مش لازم نقف بالساعات في المطبخ عشان نعمل أكل حلو، إحنا في ربع ساعة بس هنحضّر الطاجن اللذيذ ده ونحطه في الفرن ونقعد بقى إحنا نريّح. عشان نعمله هنحتاج كمية من اللحمة هنقطّعها مكعبات بالشكل ده، بس لازم اللحمة دي تكون من النوع اللي بيستوي بسرعة. أنا هنا مستخدمة الموزة وممكن كمان نستخدم اللحمة الضاني. أنا هنا مستخدمة كيلو إلا ربع من اللحمة. هاضيف عليها حوالي نُص كيلو من البصل يكون متقطّع قطع كبيرة بالشكل ده. ممكن نقلل عن نُص كيلو لو أنتم ما بتحبوش البصل كتير، والبطاطس بقى دي اختياري، أنا باحب إن أنا أضيفها لكن لو مش عايزين تضيفوها بلاش، ممكن نضيف حبتين بطاطس كده نقطعها بس مكعبات كبيرة عشان ما تتهريش بسرعة، وهنضيف كمان 3 أو 4 طماطمات نقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل ده، وهنضيف عليهم فلفل ألوان كده مع فلفل أخضر يكون حراق، أو ممكن يبقى فلفل أخضر بارد عادي حسب ما أنتم تحبوا، يعني حوالي كوباية كده كبيرة، وهننزل عليهم كمان ب3 معالق كبار من الصلصة. وهاضيف عليهم 3 أو 4 فصوص من التوم متقطعين شرايح أو مفرومين، وبعد كده التوابل بتاعتنا معلقة ونص صغيرة من الملح، ممكن يبقوا معلقتين حسب الملح بتاعكم، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة ونص صغيرين يكونوا هرمين كده شوية من ال7 بهارات أو ال11 بهار، وكمان هنضيف 4 معالق كبار من الزيت. دلوقتي بقى كل اللي هنعمله إن إحنا نخلط كل المكونات دي كويس جدًا مع بعض، عايزين كل حاجة في الطاجن تشرب من التوابل اللي إحنا حطيناها. كده خلاص أنا قلبتهم كويس جدًا وخليت الخضار من تحت واللحمة كده من فوق، فاضل بقى إن إحنا نضيف عليها نُص كوباية من المَيّة، وعلى الوش كده باحط كام ورقة من ورق اللوري عشان بيديها طعم حلو جدًا. المفروض كمان يتحط معاها حتت من اللية، لكن لو مش بتحبوا اللية أو مش متوفرة عندكم اعملوا زي ما أنا عملت كده، ضفت 3 معالق كبار كده من السمنة. زي ما أنتم شايفين الطاجن مش بياخد أي وقت في تحضيره، فأنا قبل ما بابدأ فيه باشغّل الفرن عشان على ما أجهّزه تكون الفرن سخنت كويس جدًا. ولازم نغطي الطاجن قبل ما بندخله الفرن، باجيب ورقة من الزبدة وبابلها شوية كده من المية وبغطي الطاجن كويس جدا كده، وكمان عليه ورقة من ورق الفويل كمان عشان اقفله كويس. لو عندكم طاجن ليه غطا او اي حاجة بتدخل الفرن ليها غطا ممكن برضو تعملوا فيها الوصفة دي هيبقى افضل كمان. بدخل الطاجن في الرف الوسطاني، درجة الحرارة بتبقى 200 بس أول نص ساعة، وبعد كده بقللها ل 180 لمدة ساعة أو ساعة ونص. أنا خدت معايا ساعة ونص غير النص ساعة الأولانية، يعني إجمالي خدت معايا ساعتين لغاية ما استوت. في الآخر خالص بعد ما أتأكد إن هي استوت تماما، لو انتوا حابين إنها تاخد لون كده من فوق أنا بحب كده فبشيل الورق الفويل عليها آخر 10 دقايق، لو مش حابين خلاص. مش قادرة اوصف لكم بقى ريحتها عاملة ازاي، والخضار كله واخد الطعم كده بتاع اللحمة والصوص ده اللي موجود معاها، حقيقي طعمه يجنن، واخد طعم اللحمة والخضار يعني فيه البهاريز كلها. وزي ما انتوا شايفين طبعا الخضار مستوي كويس جدا، واللحمة كمان هتشوفوها كمان شوية مستوية قد ايه. طبعا ممكن تعملوا شوية رز حلوين جنب الطاجن ده هتبقى أكلة يعني جامدة جدا، خصوصا بقى الخضار والصوص اللي معاها بجد طعمهم حلو جدا لما يتحطوا على الرز. وممكن كمان تتاكل بالعيش، انا بحبها قوي اعملها سندوتشات كده، احط الخضار مع حتة من اللحمة واسقسقها كده في الصوص اللي نازل منها بيبقى طعمها خطير جدا. من كتر ما هي لذيذة وبجد سهلة جدا انا عملتها مرتين ورا بعض. وشايفين بقى البطاطس يعني مستوية ومزبدة قد ايه، بجد دي احلى بطاطس هتاكلوها، يعني شاربة كل الطعم بتاع اللحمة، وادي اللحمة كمان بسهولة جدا بقطعها بالمعلقة. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.